السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد وحكاية جديدة. النهاردة هنتكلم مع بعض عن زاهية داوود. قبل ما نبدأ الفيديو حطي بقى لايك للفيديو واشتركوا في القناة لو انتم مش مشتركين. شكرا جدا على الناس الجديدة اللي دخلت لي، بجد انتوا ناس زي العسل. وشكرا جدا على تعليقاتكم الجميلة، وشكرا جدا على الردود بتاعت تعليقاتكم، ان كل واحد شايف ان دي غلطانة او دي مش غلطانة فبيرد بتعليق، وكل واحد هو عارف مين اللي كويس ومين اللي مش كويسة، وانتوا أدرى. وفي ناس من نفس البلد بتاعت زاهية داود وحلمية داود عارفينهم برضه، فهم بيردوا بقى، فالله أعلم. احنا على اللي بنشوفه وبنتكلم كده. تمام كده، يلا نبدأ الفيديو. النهاردة الفيديو ده نزل لكم النهاردة، هو امبارح زاهية داود عملت قناة لشريهان. شريهان دي ايه؟ معرفش بقى اختهم ولا بنت اختهم، معرف، هي هما بيقولوا اختهم دي، انا اول مرة اشوفها شريهان دي. عملوا قناة لشريهان وكده. آه طب ما انت يا زاهية دلوقتي طالعة وبتدعمي وبتعملي، طب ما انت مدعمتيش ليه اخواتك؟ وطالعة الام نفسها تقول اللي خلانا عملنا، ما احنا اللي شهرنا حلمية، واحنا اللي عملنا قناة الحلمية، واحنا الام طالعة تتكلم تاني وترد تاني في الكلام وتربرب تاني وتقول الكلام ده. فاحنا عشان كده هنعمل لك احنا عملوا شريهان واحدة. طب ماشي، اعملوا شريهان واحدة من سكات، من غير اي كلام، من غير اي تلقيح، برضو هترجعوا تاني للتلقيح، مفيش فايدة في فيكوا الصراحة يعني. فبجد انا حلمية بجد ربنا معاها يعني، هي عشان غلبانة وست طيوبة اوي وغلبانة، فمش قادرة ترد على تعليقاتكم. هي ممكن ترد يعني، بس هي كبرت دماغها وشافت شغلها وشافت حياتها وشافت دنيتها وشافت كل حاجة. فانا بستغرب بصراحة من الام نفسها ان طالعة وبتقول وقالت اللفظ ده، يعني قالت احنا عملنا الحلمية قبل كده، ما نعمل شريهان ومش عارفة ايه خلاص حلمية موضوع منتهى، وخلاص اعملوا شريهان يا ستي وربنا يكرمكم وتفتحوا. انتوا عملتوا لاخواتكم كلهم، انت هي زاهية عملت لاخواتها كلها. انا بتهيالي لو في حد كاتب اسم تاني، يعني اهم حاجه يكون في كلمه داود دي، هتلاقي الناس بصوا بالملايين عندها. انا مش عارفه، شايفاهم عادي يعني، شايفاهم طالعين يفضحوا في بعضهم وخلاص. يعني كلهم حلمية داود، زاهية داود، شايفة مين داود، هناء داود، بصوا كلمة داود دي على طول. يعني شريهان ديت زاهية عملت لها القناة بتاعتها مفيش 4 5 أيام على بعضهم كده، وهوب بتروحوا شوفوا عندها القناة عدت والمشاهدات عدت على بس انها راحت شافت امها ومش عارفة ايه والكلام ده. من عندي اقتراح حلو جدا لزاهية دي، بدل ما تدعمي اخواتك، انت دعمت اخواتك، اعملي حاجة لله بقى. وفي ناس كتيرة محتاجة، بجد في ناس كتيرة محتاجة. انا بشوف كمية تعليقات عندك، الناس بتشحتك شحاتة يا شيخة، بتشحتك شحاتة انك تثبت لهم بس تعليق او تنزلهم فيديو على المنتدى. يمكن تكون انت ربنا كرمك وتكوني سبب في مصدر رزق واحدة أرملة، واحدة مطلقة، واحدة ظروف، وانت عارفة الظروف دلوقتي. الظروف بصوا على الكل يا جماعة، الظروف، الأسعار، الدنيا ولعت على الكل بجد يعني. أنا اللي شفته ربنا يعيننا، ربنا يعيننا بجد على اللي احنا فيه. فشوفي لك كام قناة كده ان شاء الله، لو كل يوم قناة واحدة قناتين، بجد والله الناس هتحبك جدا. الناس بعد عملتك مع اختك واللي انت بتعملي مع اختك، ناس كتيرة، انا عن نفسي من اول الناس ديت اختصرت منك ولغيت اشتراك منك وما بقتش اسمع لك وما بقتش كشيت منك بمعنى اصح يعني. ما بقتش ان انا عايزة اتكلم معاكي يعني، اسمع لك اشوفك، خلاص نفسي قفلت من الشخصية دي. فانا من رأيي انك انتي لو دعمتي قناة لله كده بجد
هتكسبي ثواب، كفاية ثواب ربنا انك انت فتحتي باب رزق للشخصية دي. وهتكسبي حب الناس. حب الناس دي والله ما بصي، مش مش قادرة اوصفها لك. يعني انا معظم الناس، يعني تقريبا من اللي انا بشوفه على الحوارات بتاعت اليوتيوب والناس كلها بتتكلم عن حكايتكم وكده، 60%، 60% اختصروا منك يا حلمية. فانت حاولي ترجعي حب الناس، مش انك انت تعملي لاخواتك قنوات وشكرا وخلاص، لا. اعملي ساعدي الناس. انا بشوف، بقول لك والله بشوف كمية تعليقات، انت شكلك ما بتقريش التعليقات اساسا، بتاخدلك اول 10 15 تعليق كده وشكرا. بشوف التعليقات عندك، ده ناس بتستحيل عليكي، بتستحيل عليكي، ثبتي لنا تعليق، نزلي لنا منتدى. والله انا لو انتي بجد المفروض تعملي كده، ترفعي. انا شايفه من فيديو شريهان اختك، ولا مش عارفه بنت اختك ديت، من 3 4 فيديوهات وهوب القناه بقت بحاجه و30 الف، والمشاهدات معديه وحلوه. في ناس بجد مش لاقيه، والله في ناس مش لاقيه. فربنا يصلح حالك. انا شايفه انك انت تساعدي الناس البسيطه، تحاولي انك انت تكوني مصدر رزق لاي شخصيه محتاجه، لان الناس كتير جدا محتاجه والله. فمش هو انك انت تساعدي اختك ومش عارفه ايه، وتطلعوا وتتريقوا وتقولي انت والدتك كمان طلعت تتكلم وتقول ما احنا عملنا الحلميه، واحنا حلميه احنا اللي مش خلاص. انا مش عارفه انتوا حاطين حلميه على قلبكم ليه. انا بستغرب والله، ازاي الام تبعد عن ضناها، ازاي الام تبعد عن ضناها وتسيب ضناها كده، وشايفه بنتها. آه، كبريها، كبريها قدام عيالها، كبريها قدام جوزها، كبريها في عين الناس شخصيا، الجيران يعني شخصيا يقولوا ايه على الام اللي هي بتعمل فرق بين دي وبين دي وبين دي. حاولي تضم عيالك حواليكي، حاولي تضم. ده القطة لو شافت حد غريب كل عيالها بتاكله، والله بتاكله يعني. انما انت الاخت، الام شايفه الاخت بتاكل في بعضها، والام نفسها طالعه بتاكل في بنتها. ربنا يصلح حالكم بجد. يعني انا من رايي انك ترجعوا وتصالحوا بعضكم، بلاش تلقيح وعناوين، وبلاش الكلام ده، ودي تلقح ودي تلقح. العناوين طبعا كلنا بنفهم، مش بهايم يعني، مش حمير. العناوين ديت باينه انها تلقيح كلام. وكمان طلع حلمية بعد زاهية، طلع بعد الفيديو اللي اتقال عليها انها بتلقح وبترمي كلام في العناوين، طلع مش عاجبها كمان الكلام، طلع تلقح وتقول انا اتكلم زي ما انا عايزة، انا اقول زي ما انا عايزة. انت خلاص شبعتي يا حلمية يا زاهية، سوري يا جماعة، مش عارفة الواحد بقى يتلخبط بين حلمية وزاهية. انت خلاص شبعتي يا زاهية، فمش محتاجة جماهيرك في حاجة، مش محتاجة متابعينك في حاجة. لازم تحترميهم. ما تطلعيش تقولي ان انا اتكلم زي ما انا عايزة، اقول اللي انا عايزاه، اللي عاجبه عاجبه، اللي مش عاجبه لا. ايه ده؟ ايه الاسلوب ده وايه الكلام ده وايه إيه ده؟ متابعينك، حاولي تحافظي على متابعينك. انا مش شايفه الصراحه الايام ديت ان فيديوهاتك في النازل. استفدت ايه؟ بجد والله انا شايفه فيديوهاتك في النازل خالص. يعني انا كنت بشوف فيديوهات اختك ما شاء الله معديه المية والميتين والكلام ده، انتي وصلتي 12 وخمستاشر وستاشر كبيرك 20، ما بتعديش عن كده. فحب الناس ده كنز من عند ربنا. بمعنى اصح، انت حاولي تحبي الناس، حاولي ترجعي جمهورك، حاولي تصلحي غلطاتك، حاولي تخلي في رضا بينك وبين اختك وبين امك، وامك تحب اختك، حبوا بعضكم كده. مش ان انا اطلع واقول اللي انا هتكلم على مزاجي ومش على مزاجي، واللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه. يعني الناس عاجبها تتفرج عليكي، عاجبها مش عاجبها تتفرج عليكي ما تتفرجش، قصدك يعني كده. العيب برضو على المتابعين ان هم بيروحوا يتفرجوا على حضرتك وكده. فبجد
ربنا يصلح حالك وحال والدتك وحالكم جميعا يا رب. بس انا من رايي انك انتي تحاولي تساعدي قنوات كتيره، تثبتي لهم تعليق، تنزلهم على المنتدى، هتكسبي ثواب واجر والله. بصي اعملي حاجه، اعملي حاجه لربنا، اعملي حاجه عند ربنا.